ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل السينامون باسهل واحسن طريقه. بصوا غرقان في الصوص ازاي جميل، وصوص الكراميل يعني حاجه في منتهى الجمال، وهيطلع معاك مورق وجميل وهش جدا، يعني بعجينه حلوه جدا. بصوا وانا بقطعه مورق جدا، كل طبقه تعتبر بعيده عن التانية، يعني لما بنقطعه بنلاقي كل طبقه بصوا اهو بعيده عن التانية. حلو جدا وبأسهل طريقة. كملوا معايا الفيديو للآخر، هتشوفوا المكونات وهتشوفوا هنحط ايه، وسهل جدا وتحلية حلوة وسريعة. يعني ممكن تقومي تعمليه حالا تفرحي ولادك لما يجي من المدرسة بحاجة سهلة وسريعة، وفي نفس الوقت كل الأطفال بيحبوها والكبار وأي حد. هنا معانا الأول هنعمل التوبنج اللي هو الصوص يعني بتاع السينابون. معانا 5 قطع من الجبنة المثلثات، وتلت كوباية سكر مطحون، وكيس لبن نيدو، ومعلقتين كبار كريم شانتيه، وهنحط عليهم يعني نص كوباية لبن. بس هنضربهم في الكبة كام ضربة حلوين. اهو بصوا ايوه هيتقل معانا، يعني هو لما بنضربه في الكبة او هيتقل معانا لوحده. وبعد كده انا بفضيه وبعد كده بحطه في التلاجة اهو، لانه بعد ما بيتحط في التلاجة بيبقى قوامه بيتقل اكتر، يعني هو كده يعتبر كمان خفيف. لا اول ما يتحط في التلاجة وتيجي تستخدميه هتلاقيه تقيل اكتر من كده. ممكن لو انت حابة ان انت بعد كده تعمليه بالمضرب الكهربي تمام، مش حابة ما تعملوش. انا ما عملتوش بالمضرب الكهربي لما جيت احطه يعني على وش السينابون. جبت هنا معايا كوباية الا ربع من اللبن، حطيت عليها معلقة ممسوحة من الخميرة الفورية، ومعلقة سكر وندوب الخميرة والسكر في اللبن. اللبن طبعا لازم يكون دافي علشان يخلي الخميرة تتفاعل وتشتغل اهو. وبعد كده هنحط بضاية، نكسر بضاية، ومعايا كوبايتين من الدقيق. هنحط على الدقيق، هننخل الدقيق طبعا، وهنا حطيت رشة فانيليا. بعد ما هننخل الدقيق هحط عليه اقل من نص معلقة صغيرة ملح، واقل برضو من نص معلقة بيكنج باودر يعني او كيك شيف، حاجة بسيطة يعني اقل من نص معلقة، اكتر من ربع بشوية. تمام، يبقى نقول المقادير تاني. كوبايتين من الدقيق، خد الاول حطينا عشان بس ما نتلخبطش، الاول حطينا كوبايه الا ربع من اللبن، حطيت عليها معلقه ممسوحه من الخميره الفوريه، نص معلقه من السكر، دوبتهم كويس مع بعض. وبعد كده رحت حطيت كوبايتين من الدقيق، حطيت البضايه وحطيت رشه الفانيليا، وحطيت كوبايتين من الدقيق نخلتهم، حطيت عليهم اكتر من ربع معلقه شويه من الملح، واكتر برضو من ربع المعلقه كيك شيف او بيكنج باودر، وبنعجنها. هي دلوقتي انا حسيتها ايه لما بعد ما عجنتها احتاجت دقيق تاني، رحت لبن قصدي سوري، رحت حطيت لها حوالي نص كوبايه لبن تاني. انا ما عجنتش بميه خالص، عايزه تزودي بميه تمام، بس برضو تكون ميه دافيه او لبن دافي. بعد ما عجنتها رحت ايه بقى، اخدت حوالي مكعب زبده، يعني ممكن حوالي مثلا معلقه كبيره، معلقه ونص، وعجنتها بيه كويس. بصوا بعد ما كانت حاساها بتلزق لمت العجينه وبقت كويسه جدا. واسيبها بقى في الطبق وهغطيها وهسيبها تخمر براحتها، طبعا عشان الجو ساقع انا هسيبها لحد ما تخمر براحتها، مش هنقدر نقول ميعاد. هي كده اهي خمرت معانا، حجمها الضاعف، هي مش شرط تملى الطبق على الاخر، المهم ان حجمها الضاعف، لان كده كده ده كوبايتين دي، فكميه العجينه اساسا ما كانتش كبيره في الطبق. او هنفرد بقى العجينه كويس، بنحط رشه دقيق على الرخامه، على المفرش السيليكون ايا كان، المهم نحط رشه دقيق عشان نعرف نفرد عليها العجينه. نفرد العجينه كويس، احنا مش عاوزين سمكها تخين، احنا عاوزين سمكها حلو، يعني هنرققها وسط، ولا كده ولا كده، بس ان هي كده كده لسه هنلفها رول، فاهميني؟ فمش ما ينفعش او مش كويس ان هي تبقى، يعني مش حلو ان هي تبقى تخينه عشان ما يبقاش كمان قلبها عجين، يعني هي بنرقها عشان كده كده لسه هنلفها رول. انا هنا بقى بظبط العجينه عشان لما اجي الفها تبقى ايه العجينه مظبوطه، باخد الزيادات، بشيل الزيادات واللي في الجناب
بس بظبط الجناب. وبعد كده هندهن العجينه بدهنه من الزبده. بصوا انا رغم كنت مطلعاها من قبلها بكتير، بس برضو عشان الجو ساقع كنت حاسه الزبده ايه ماسكه شويه. بس انا هنا فردت الزبده، بس انتوا الافضل قبل ما تعملوها يعني تطلعوها مثلا بكام ساعه، وبعد كده بالمعلقه مثلا حاولوا ان انتوا في طبق ايه تحاولوا ان انتوا مش تفككوها، بس تحاولوا ان انتوا تلينوها خالص بحيث ان هي تفرد معاكم بكل سهوله. انا بقى ايه اللي برشه ده، حطيت معلقه من الكاكاو ومعلقه من السكر كبيره، معلقه من النشا، نص معلقه من القرفه. انا بصراحه مكترتش القرفه، حطيت كفايه نص معلقه. وبعد كده الكاكاو معلقه، النشا معلقه، والسكر معلقه، وبقلبهم مع بعض وبحطهم على وش العجينه كلها، وبحاول اطبطب بايدي بحيث ان ايه اخليها تمسك في العجينه. هنقطع بقى برضو، بصي بالنظر يعني هنقطعهم. يعني انا الكوبايتين دول دي قطعتهم على 6 سينابون. عاوزة تقطعيهم ولا اكتر قطعيهم، بس هو كانوا كده كويسين جدا، وكان حجم السينابون حلو قوي. او هنقطعهم. انا بصي ممكن عاوزه تلفيه كله رول، يعني تلفيه رول وتقطعيه بعد كده تمام. عاوزه تعملي زي ما انا بعمل برضو تمام، يعني انا بعمله كده بحس انه اسهل. شوفي الاسهل بالنسبه لك واعمليه. اهو هنبتدي بقى نلف اهو، كل عجينه قطعناها رول اهو. حسيت دي يعني لسه شابكه، رحت قطعتها بالسكينه. طبعا انا ما كنتش عارفه ان الكاميرا هنا ما كانتش جايبه، وانا بحط انا بقفل عموما اخر الطرف واروح دايسه دوسه بس بسيطه عليها اهو. دي غيرها، بصوا هقفل برضو الطرف وواقفه واروح دايسه دوسه بسيطه، وبحطهم على جنب لحد ما في الاخر بقى بحطهم في الصينيه اللي هنسوي فيها اهو. ده بقى البايركس اللي هنسوي فيه. انا دهنت بالزبده، هو ما بيلزقش بس انا قلت اضمن دهنته دهنه بالزبده، وهسيبه بقى يخمر براحته. انا بصراحه نسيت اصوره لكم خالص، نسيت ان انا بصور فيديو وانا ما جبتوش بعد ما خمر. هو كده استوى. انا كنت طبعا كنت مسخنه، استنيته لما خمر خالص، وبعد كده رحت سخنت الفرن حوالي 10 دقايق على اعلى درجه حراره، وحطيته فيها. اول ما استوى رحت مولعه له شويه، اخد معايا بالظبط حوالي ربع ساعه 13 دقيقه. رحت مشغله له الشوايه ده باحمر الوش بسيط وخلاص. انا هو بقى، وبعد ما طلع من الفرن رحت مغطياه سبته هدي شويه، واديني بحط له التوبنج. ما كانش ينفع احط له التوبنج اول ما يطلع من الفرن لان ده بايركس، فكان ممكن من السخونيه لحاجه ساقعه كان ممكن البايركس ما يستحملش، فاهميني. فانا طبعا رحت استنيت له شويه غطيته، وفي نفس الوقت كان السينابون هدي وبقى طري وجميل. اول ما طلع غطيته زي ما بقولك، وبعد كده هو بحط له التوبنج. وبعد كده بقى حطيت له اللي هو ثواني معلش نسيت اسمه، الكراميل. حطاه في كيس طبعا، وبقطع الكيس خرم صغير، وببتدي بقى اشكل بيه على الوش. لو عاوزين طريقه الكراميل ده، انا عشان طبعا الفيديو ما يبقاش طويل اكتبوا لي في الكومنتات وانا هجيب لكم اعمل لكم طريقته. هو سهل جدا. الكراميل ده اقتصادي، وبصوا بيبقى طعمه حلو قوي جدا على السينابون اهو. انا بقى كان عندي مكسرات، رحت بقى ايه جبت كام واحده كده وحطيتهم على الوش كطعم وكشكل وكده. السينابون معانا اهو كده خلص بأسهل طريقة. حلو مش مكلف. يعني صدقوني لو جبتوا البراند الأصلي اللي هو السينابون أغلى من كده بكتير، أغلى من انتوا كلفتوه. ومنها تحلية حلوة وسريعة ونفرح ولادنا. لو لسه ما عملتوش لايك اعملوا لايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك، وأتمنى تدعموني وتشيروا الفيديوهات بتاعتي. ومستنيه ايه؟ يلا بقى قومي اعملي السينابون، احنا عملناه باسهل طريقه وحلو جدا. يلا قومي اعمليه وفرحي ولادك وبالف هنا، وتسلم ايدك مقدما. ومع السلامه، واشوفكم في فيديو جديد، واسيبكم بقى مع باقي السينابون تشوفوا بقى الجمال اللي احنا فيه ده.